سلام، جبت لكم اليوم هاد الفقاس اللي كيجي بنين وساهل باسهل المكونات، ما كياخذ لكم لا وقت لا والو، ما يحتاج لا يبات لا حتى حاجه، بطريقه سهله وبسيطه. شوفوا البنات كيفاش مذهب، كيفاش التحمير ديالو كيجي خطير 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 بزاف وبنين البنات. انا متاكده انكم الا جربتوها تحماقوا عليه توليو مدمنين على هاد الوصفه. يلا مع بعضياتنا المكونات. دونك في بول ولا قصريه بحال هادي غناخدو 5 ديال البيضات، تنفقسهم كاملين 5 يا البنات. ممكن ديروا لا موتي ديال لا كونتيتي، ديروا نص ديالها. انا درت هنا 5 ديال البيضات. نورمالمون انا في الكونتيتي الكبيره كندير 10، فاش كنبغي كونتيتي كثيره كندير 10. هاد العام البنات درت غير 5. غنضيف عليه واحد الكاس ديال سيندا عامر، تكون من الاحسن رقيقه، وغنحاول نطربهم مزيان، نخدمهم مزيان كبالفوي ولا بيدينا اللي عجبكم البنات. فاش ما كترتاحوا خدموا صافي البنات. نبدا نخدمهم مزيان بحال هكا حتى نيت يبدا يذوب ليا السكر. المهم انا البيض ممكن تضيفوا الفاني، ممكن تضيفوا اي حاجه. صافي هنا نعمر واحد الكاس ديال الزيت تا هو اللي عامر. شفتوا معايا البنات كاس ديال الزيت عامر. حاولوا البنات تطبقوا هاد الطريقه هادي باش يطلع لكم الفقاس ديالكم خطير البنات وزوين وناجح وما كيتفرتت ما والو، ما كيضيع منه والو. غنبقى نخلط هذيك البيض مع السكر مع الزيت مزيان، وغنضيف هنا القوام ديالي ولا الزريعه ديالي. هنا أنا البنات حتى جيت النافع درت تقريبا 2 المعالق كبار ديال النافع اللي كنكون البنات نقيناه من العواد ديالو، كيكون نقي وما كيكونش فيه دوك التفتيتات الصغار. ابخي البنات خديت هنا الجنجلة اللي حتى هو نقيتو يا البنات. انا هنا خديت الجنجلة البلدي نقيتو تقريبا الجنجلة درت فيه واحد الكاس الى ربع. وهنا البنات اللوز اللي ممكن انكم ديروا، ممكن انكم تستغنيو عليه. انا البنات كيعجبني فيه اللوز باش كيخلي ديك الدوره ديال اللوز هكا ضفت البنات تقريبا. واللوز البنات اللي غتضيفوه رقدوه في مزهر، والله البنات الا كيعطي واحد المذاق خطير. رقدوه في مزهر يا اما ليله قبل يا اما ساعتين ولا 3 سوايع قبل. نضفت هنا 2 كيسان ديال اللوز. صافي نتوما البنات ممكن تضيفوا في اللوز، ممكن تنقصوا الكميه حسب الرغبه ديالكم. غنخلطوا المكونات ديالي مزيان. وهنا البنات غندوزو ليطاب الاخرى اللي هي الدقيق. دقيقه البنات شنقول لكم تقريبا استخدمت شي كيلو، ما حسبش لا كونتيتي على حسب البنات عينكم ميزانكم. ما خصهاش تجينا مرخوفه بزاف وما خصهاش تجينا متقصه بزاف، خصها تجينا ما بين وما بين. صافي البنات ما تجيناش مرخوفه بزاف وما تجيناش متقصه بزاف كما شفتوا معايا. والدقيقه البنات نضيفوا ليه خماره ونص. انا تمسحت ليا ما عرفتش علاش ما تمسحت ليا اللقطه فاش شفت خماره ونص. ضيفوها مع الدقيق في الوسط، ما تخليوهاش حتى اللفان باش ما يسقش. مثلا سلا زعما تبعد لكم العجينه وانتم باقي خصكم تضيفوا الخمارات. صافي البنات هنا طريقه سهله، كنقسم على 4 على حسب الحجم اللي بيدو، واش كبير واش مويه واش صغير. وغنبدا نديرو الباك بحال هكا. البنات راه واخا ديروها صغيره كيدخل في الفران كيتنفخ كيتزاد في الحجم. دونك ما ديروهمش كبار نتوما باغيينهم على داك الحجم ويدخلوا ويزيدوا يكبروا. وما حاولوا البنات ميت تقدم على هذا الشكل تبسطهم من الفوق كما شفتوا معايا. انا راه بسطتهم من الفوق باش كنخلي ديك البلاصه فين يتنفخوا. وكنثقبهم يا اما بفرشيطه يا اما بكوردون. انا ما كانش عندي كوردون استخدمت غير فرشيطه. وكندهنهم بالبيض، ممكن البنات تدهنهم بالبيض ونيسكافيه، ما كانش عندي نيسكافيه. وتزوقهم بالفرشيطه. انا خليتهم البنات سامبل، ما درت لهم لا زواق بالنيسكافيه لا والو. صافي البنات هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كنقصوا عليهم البنات الفران، كنطيبهم على عافيه مهيله. شميعه يا البنات راه هذا هو السر النجاح ديالهم. كنطيبهم على عافيه مهيله، وحاولوا ما تخليهم الفوق وجعلوا العافيه نقصوا ليها هو البنات. هاي تعطلوا لكم وين يعطيوه الخاطر، كيبغي الخاطر بزاف. وانا البنات من بعد ما كنخرجوا من الفران كنفز كوشيتوب وكنغطوهم بداك الثوب وكنخليهم يا اما ساعتين 3 سوايع. اللي بغات تخليها ليله من الاحسن، من بعد تخليها نهار من الاحسن. المهم قد ما خليتهم قد ما احسن، واني على الاقل واحد 4 سوايع الفوق خليوهم بداك الزيف اللي كيكون فازك. صافي البنات انا بديت كنقطع. من الاحسن يكون الموس ماطي ما تكون كتقطعوا، راه ما كيعذبش البنات، ما كيتفردد ما والو، ما كيضيع منه البنات والو. الا درتو مع البنات الخاطر وقطعتوه يكون ما بين رقيق ما بين غليظ وبشويه ويكون الموس ماطي، راه والله البنات الا كيجي ناجح 100%. صافي نبدا نقطع البنات بهذه الطريقه. شفتوا معايا حتى نكمل لا كونتيتي ديالي كامله. تقريبا راه كيخرج واحد التبصير معين، ما كبيرش بزاف وما صغيرش. هاد الكونتيتي درت معكم فيديو كونتيتي كتير. ضبط له المكونات. صافي البنات هنا من بعد ما استفتهم في الطاوه فيها بابي خشتهم في الفران من التحت ومن الفوق، سوا ديال الضو سوا ديال الغاز. المهم البنات درت ديال الضو 180 درجه
ياك. الا درتو ديال الغاز شعلوه لتحت حتى يبدا يتحمر لكم، وبقاو تقلبوهم ولا شعلوه الفوق. شوفوا البنات هو الشكل النهائي كيفاش جاو مذهبين البنات، وكيفاش جاو مقرمشين وخاطيين وهشاشه. البنات كيجيو بنانين بزاف، ما هتشبعوش منهم. انا متاكده انكم الا جربتوهم ما هتشبعوش منهم البنات. وبصحه والراحه البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال اعجابكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء للفيديو الجاي، وان شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والهنا باش ما تمنيتو يا سيدي ربي.